ده واحد من اشهر محلات الايس كريم ويعتبر اقدم واحد فيهم. طب انا فين؟ في الكوربه مصر الجديده في ايس كريم ماجيك. ليه قلت عن ماجيك اقدم حد بيقدم ايس كريم؟ لانهم محافظين على نفس النهج بتاع اجدادهم، ويعتبر بيعملوا كل حاجه فريش يوميا وبتكون هاند ميد. والايس كريم يعتبر هو علاج نفسي وفي نفس الوقت بيجدد مشاعرك. فانا من رايي تخصمك الدنيا ويصالحك ايس كريم الماجيك. واسعار العلب عندهم بتبدا من اول 55 40 30. وعملت ميكس ايس كريم بطريقتي بقى. بعد ما بتختار الفليفر بتاعك بينزلك بفينش بكريم شانتيه، وده بقى مش اي كريم شانتيه لانه بيتعمل بكريمه لباني وقشطه وشويه تريكات من عندهم. وانواع الايس كريم اللي عندهم بطيخ وبلو بيري ومانجا وبيستاشيو وفانيلا وكانتالوب. وعايز اقول لك ان طعم الايس كريم طعم الفواكه كانت باينه جدا فيه. وده زاد انهم بيعملوا فروت سلطه مش هتاكل بعدها في حته، لان حرفيا وقدام عيني لعيبه كبيره في نادي الاهلي كانوا بياكلوا من هناك. ماشي من سنه 61 كل حاجه عندنا طبيعي، ما فيش حاجه اصطناعي. وده بقى كان شكل الفروت سلطات اللي بجد خطير، واكيد كان باين على الطعم ان الطعم كان في الهاي منه، وكمان غير الاستاف اللي زي العسل ده. مساء الخير، انا ساره مديره ماجيك، ووالدي هو